تعالوا شوفوا لي جمال الكيكة هذه وسهولتها ومكوناتها متوفرة في كل بيت. في الخلاط حطيت 5 بيضات، وحطيت عليهم ملعقتين من الفانيليا، وحطيت ملعقة كبيرة من الخل، وحطيت عليهم كوب ونص من السكر، سكر عادي مش باودر، وحطيت كوب زيت، وحطيت كوب عصير برتقال فريش، مش معلب يعني. وهنا حطيت 3 أكواب من الدقيق، وحطيت عليهم ملعقتين من البيكنج باودر، أو تقدري تحطي ملعقة ونص لو انتي مش حابة تكثري يعني بيكنج باودر. خلاص بعدها خلطت المواد الجافة مع بعضها، وخليت المواد السائلة تنضرب في الخلاط لمدة 5 دقايق عشان كل الخليط يتجانس مع بعضها زي ما انتم شايفين، وقعد عندي لونه فاتح وكريمي. خلاص أنا هنا حطيت الخليط على الدقيق، وقعدت نخلط فيه بحيث إني نذوب كل الدقيق اللي أنا الكمية اللي عندي يعني. خلاص، والطاجين متاعي دهنته كويس بالزبدة، وحطيت عليه رشة دقيق عشان سهولة إنها تطلع يعني بسهولة من الطاجين. شوفوا كيف طلعت معايا بكل سهولة. في المرحلة هذه تقدري تزيني بالشكل اللي تحبيه، تقدري تجهزي لها صوص البرتقال، لكن أنا بصراحة اكتفيت إن هي تكون كي سادة، بصراحة نحبوها كي أكثر من أي صوصات. شوفوا كيف هشة معايا. طبعا هي هنا ساخنة، أنا مش قادرة أمسكها كويس بصراحة كنت. شوفي كيف هشة وطعمها ولا أروع.